السلام عليكم اصدقاء، كنتمنى تكونوا بالف خير. الاخبار ديال اليوم كتعلق بكل من نايف اكرد وعبد الصمد الزلزولي، وكذلك كاين كلام على منير الحدادي. دخلوا في الموضوع واللي غادي يكون باختصار كيف العاده. والبدايه غادي تكون مع منير الحدادي. البارح اعلن نادي لاس بالماس التعاقد ديالو مع المغربي منير الحدادي بعقد اللي المده ديالو موسم واحد، ومنير الحدادي غيجتاز الفحوصات الطبيه نهار الثلاث وغيتم التقديم ديالو للصحفيين والجمهور. ندوزوا الاخبار اللي كتخص المدافع المغربي نايف اكرد، وفق ما نشرته العديد من الصحف والمواقع المعروفه وابرزها صحيفه كوريري ديلو سبور. نادي نابولي مهتم بالمدافع المغربي نايف اكرد، ووفق المصادر الاهتمام جدي، ولكن الاشكال اللي كاين هو واش النادي الايطالي قادر على انه يدفع 35 مليون يورو واللي هي القيمه ديال المدافع المغربي نايف اكرد. ومن وجهه النظر ديالي الشخصيه نادي وست هام ما غيبيعش نايف اكرد في الوقت الحالي. اما بخصوص عبد الصمد الزلزولي، وفق ما نشروا موقع فوت ميركاتو الفرنسي، نادي ريال بيتيز باغي يتعاقدوا مع الزلزولي هذا الصيف. وكذلك اشارت التقارير الى ان الجناح المغربي بالفعل توصل لاتفاق مع نادي ريال بيتيز وكيرحب بفكره انتقال ليه. للاشاره عبد الصمد الزلزولي عنده عده عروض من انديه انجليزيه والمانيه كيف ما سبق ونقلت لكم في فيديوهات سابقه. ومن ابرز هذه الانديه اللي كانت مهتمه بعبد الصمد الزلزولي هو نادي باير ليفركوزن الالماني، واللي كان حاط عبد الصمد الزلزولي من ضمن الاولويات للنادي باش يعوض اللاعب موسى ديابي. لكن العرض اللي قدمه النادي الالماني رفضوا الجناح المغربي حيت باغي يبقى في الدوري الاسباني. وحاليا نادي ريال بيتيز كيفاوض في نادي برشلونه، لكن مازال ما توصلوش للاتفاق حيت ريال بيتيز كيتسناو يبيعوا اللاعب خوانمي باش تكون عندهم السيوله الماليه الكافيه لتقديم عرض مقنع لنادي برشلونه اللي ضم عبد الصمد الزلزولي. غنتسنى الاراء ديالكم في هذه الصفقه هذه، واش تبغيو عبد الصمد الزلزولي ينتقل لنادي ريال بيتيز او لا؟ اذا هادشي اللي كاين، وكيف العاده اللي مازال ما انضمش لعائله فوت فليكس رجع البطونه القريه بيضاء وهو معنا. كان معكم اخوكم محمد من قناه فوت فليكس. صلوا على رسول الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وتفاءلوا خيرا تجدوا.